طبعا مش هتصدقني لو قلتلك ان في عطر بيجمع بين الثبات والفوحان والريحة الجميلة اللي فيها طابع شرقي والحداثة الغربي، وفي نفس الوقت كمان بيمشي للجنسين رجالي ونسائي. والعطر فعلا بيمشي للجنسين، يتفاعل مع الشباب بيطلع بشكل ذكوري وبرضه للنساء بيطلع بشكل أنثوي. العطر ذوقه جميل، وإحنا كمصريين بنحب الشكل ده من العطور عشان فيه الحداثة الغربي والطابع الشرقي. طب العطر ده اسمه ايه؟ اسمه سينا. طب مكوناته ايه؟ بص يا سيدي خليك معايا. المكونات بتاعت العطر ده في القمة هتلاقي الزعفران والبرجموت طالع معاهم الطابع الشرقي اللي هو فيه عود وورد في القلب، بعد كده واخد الحتة الشجري اللي احنا بنحبها في الطابع الشرقي زي التونكا وقصب السكر والعنبر والمسك. العطر هو يعتبر خشبي دافئ شجري، ده وصفه سريعا كده. العطر اسمه سينا، والعطر ده بالمكونات دي هتاخد منها اداء كويس جدا في الثبات في الفوحان، بيسيب اثر مدة طويلة في الملابس، وفي نفس الوقت ريحته ملفتة للنظر عشان في الحتة اللي انا بقولك عليها الحداثة الغربي مع الطابع الشرقي الشجري شوية. العطر محبوب ومحبوب لكل الأذواق تقريبا، وأداؤه كويس، وزي ما قلنا هو للجنسين رجالي ونسائي، وعطر جميل على خط بالظبط عطر أريبيان تونكا، ولكن العطر ده ممكن يكون ريحته فيها شجري شوية عن أريبيان تونكا. العطر موجود اسمه سينا، هتلاقيه في الفرعين، فرع حدائق الأهرام 383 حدائق الأهرام شارع الكنيسة، وهتلاقيه برضو في فرع الوراق شارع 10 محل أباتشي للعطور. برضو تقدروا تطلبوه اونلاين عن طريق رسائل الصفحة او عن طريق الواتساب. حط تعليق دلوقتي وهنبعت لك تفاصيل عطر سينا. يا جماعة العطر ده فعلا جميل جدا، وانصح كل الناس تستخدمه، شباب وبنات، ولكن للنساء بيستخدم للمنزل فقط.